السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في نشرة إخبارية جديدة. ناقشت وسائل الإعلام الإيطالية اليوم الخميس على العقوبة التي يمكن أن تفرضها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم على اللاعب كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي. وطرد اللاعب الدولي البرتغالي بالبطاقة الحمراء المباشرة في منتصف الشوط الأول من المباراة ضد فالنسيا الإسباني على ملعب ميستايا، وذلك في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا. وقالت محطة سكاي سبورت الإيطالية أن هناك عواقب وخيمة على طرد كريستيانو رونالدو، والذي يمكن أن يغيب عن صفوف يوفنتوس في الجولة الثانية والثالثة أمام يونغ بويز ومانشستر يونايتد. وطرد لاعب ريال مدريد السابق في المباراة التي فاز فيها يوفنتوس أمس الأربعاء على فالنسيا 2-0، حيث ادعى الحكم أن رونالدو شد جيسون موريلو من شعره، لكن الإعادة أظهرت أنه كان يحاول رفعه. وعلى الرغم من أن البطاقة الحمراء المباشرة تؤدي إلى عقوبة السلوك العنيف وبالتالي الإيقاف تلقائيا لمدة 3 مباريات، إلا أن هذه المصادر أكدت بأن الاتحاد الأوروبي سيراجع لقطات الفيديو للتأكد مما جرى. ومع ذلك فقد رجحت الصحف الإيطالية إيقاف كريستيانو رونالدو لمدة 3 مباريات بسبب سوء السلوك، وما يعني غيابه عن مباراتي الذهاب والإياب ضد مانشستر يونايتد في الجولة الثالثة والرابعة. وحصل الحكم الألماني فيليكس بريتش على علامة 0 في تصنيف صحيفة توتو سبورت بعد أدائه التحكيمي ضد فالنسيا، فيما حصل مساعده ماركو فيرتيرز الذي كان الرجل الرئيسي وراء طرد رونالدو على نفس التصنيف أيضا. وفي خبر آخر، أبدى ماريانو دياز مهاجم فريق ريال مدريد امتنانه إزاء الطريقة التي استقبلته بها جماهير سانتياغو برنابيو، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع، مؤكدا أيضا على أنه لم يرى طرد كريستيانو رونالدو، الأمر الذي جعله يتجاهل الحديث عن تلك الواقعة. وقال ماريانو في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة مارك الإسبانية: أنا سعيد للغاية بسبب العودة إلى ريال مدريد، كنت أريد أن أعود وعملت من أجل ذلك، الآن أنا ممتن للغاية، الجماهير استقبلتني بطريقة رائعة، أشكره على ذلك، ويجب على المهاجم إحراز الأهداف، وأنا سأحاول مساعدة الفريق كلما سنحت الفرصة. وعن الهدف الذي سجله في ظهوره الأوروبي الأول مع المرينجي: أنا سعيد بإحرازي للهدف الذي أتى بفضل مجهود زملائي، تمريرة مارسيلو وضعتني في موقف جيد، وكنت قادرا على تسديدها بهذه الطريقة. في مدريد الجميع هنا لديه مسؤولية كبيرة، وهو الفوز مجددا بدوري الأبطال، لذا علينا مواجهة هذا الأمر بحماس كبير. وبسؤالي عن طرد كريستيانو رونالدو ضد فالنسيا، قال ماريانو دياز الذي ورث قميص البرتغالي في ريال مدريد: كيف لي أن أعرف ذلك وأنت شاهدتني أشارك في المباراة قبل قليل، رافضا بذلك الحديث عن صاروخ ماديرا، إذ من شأن ذلك أن يؤثر على المهاجم ويلقي عليه ضغوطات متزايدة. وكان ماريانو دياز قد سجل الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في شباك روما في اللقاء الذي احتضنه ملعب سانتياغو برنابيو مساء أمس الأربعاء ضمن مستهل مباريات الفريقين في مسابقة دوري أبطال أوروبا، مع الإشارة إلى أن مهاجم ليون السابق شارك كبديل في الدقيقة 72. وفي خبر آخر، شهد التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات اليوم الخميس مفارقة غريبة من خلال تواجد منتخب فرنسا وبلجيكا في المركز الأول سويا، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتواجد بها منتخبان معا في المركز الأول في تصنيف الفيفا منذ العمل به في ديسمبر 1992، لكن منتخب الشياطين الحمر يتقدم بفارق ضئيل جدا. وتقاسم منتخب بلجيكا المركز الأول مع فرنسا في عدد النقاط، إلا أنه يتفوق على الديوك في الأعداد العشرية، إذ يمتلك الشياطين الحمر 1729.25 مقابل 1729.12 للمنتخب الفرنسي. ولم تشهد المراكز العشر الأولى أي تغييرات سوى تراجع الدنمارك مرتبة واحدة لتحتل المركز العاشر بعدما كانت تتقاسم المركز التاسع مع إسبانيا، فيما تواصل البرازيل احتلالها للمركز الثالث وتليها كرواتيا. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية نشرتنا، شكرا لكم على طيب المتابعة.